انا محتار مقدم في الاعلان ال 14 والاعلان ال 15 والاعلان ال 16 ونازل الاعلان ال 17 استلام فوري. اسحب فلوسي من القديم واقدم في الجديد ولا اخليني في القديم اضمن ليا؟ هو ده موضوع حلقة النهارده. زي كل اعلان بينزل ناس كتيرة جدا بتسأل هنعمل ايه، نجري ورا الجديد ولا نمسك في القديم؟ فهقول لك على الخلاصة النهارده يا صديقي، فخليك معايا وما تروحش في حتة تانية علشان هتستفيد كتير. وانزل اعمل لايك وشير لو بتشوفنا على الفيسبوك، واشترك معايا في القناة وفعل زر الجرس لو انت على اليوتيوب. هاني الخميسي، كلام في المفيد. جمعت لك مجموعة من قنوات التواصل الاجتماعي علشان تفيدك في كل الأمور، سواء الإسكان أو خارج الإسكان كمان. كل ما هو مفيد في أمور حياتك اليومية إن شاء الله هتقدر تتعرف عليه بسهولة وبطريقة صحيحة وسليمة. هتلاقي جروب إسكان مصر على الفيسبوك، وهو جروب مجمع كل الناس المهتمة بشقق الإسكان علشان تستفيد من خبرتهم، وكمان هكون معاك خطوة بخطوة. وكمان صفحتي على الفيسبوك كلام في المفيد، وجروب التليجرام الخاص بيا اسمه جروب كلام في المفيد بالتليجرام. وكمان في قناة اسمها قناة كلام في المفيد بالتليجرام، فيها كل الأخبار أول بأول، والأخبار المهمة جدا جدا اللي هتفيدك يا صديقي. أتمنى إنك تتابع قنوات السوشيال الخاصة بيا، واللينكات بتاعتها موجودة في الوصف تحت الفيديو علشان هتفيدك كتير. السلام عليكم أصدقائي وأحبابي متابعي كلام في المفيد، أهلا ومرحبا بكم. بص يا جماعة، من الآخر سكن لكل المصريين 4 نازل لفئة متوسطي فوق متوسط الدخل، فئات متوسطي فوق متوسط الدخل، الناس المرتبة من 8000 ل 40 و50 ألف جنيه. فبالتالي أول شرط عندك هتكون مفتقده لو أنت مقدم في الإسكان الاجتماعي. إزاي أنت مقدم في الإسكان الاجتماعي؟ بشهادة دخل أو حاجة بسيطة ومرتبك ما بيعديش ال 4000 ونص أعزب وال 6000 جنيه، متزوج وفقا للإعلانات القديمة، وعايز تقدم في إعلان هو بدايته 8000 جنيه وأنت طالع، فكده أنت مفتقد شرط كبير جدا. طيب لو أنت مقدم في الإعلانات بتاعت الإسكان الاجتماعي اللي هي 100 متر و110 متر و120 متر، هتسيب دول وتروح تقدم على شقة 90 متر؟ طب ما انت اولى بالفرق الكبير في المساحة وكمان الاسانسير، والشقة طالعة بمشروع كويس جدا وكله اسكان متوسط. اما دول 100 شقة مثلا في القاهرة الجديدة نازلين في وسط اسكان اجتماعي اصلا مش اسكان متوسط، يعني هم متبقيات من اسكان اجتماعي ولكن اتباعوا بالسعر الحر فدخلوا في شريحة الاسكان المتوسط. لو انت عايز تنسحب عشان تقدم في مدينة تانية استلام فوري مثلا زي الغردقة تستثمرها او مصيف او في اي محافظة تانية شايف انه افضل ليك، الحالة دي بقول لك ممكن تقدم في الاعلان ده. الحاجة التانية، لو انت عايز تاخد التجربة وتقدم في الاعلان ده ما تسحبش فلوسك من القديم، لان انت لسه ما استلمتش في القديم فمسموح لك تقدم في الجديد. والكلام ده حصل فعلا في الاعلانات اللي فاتت، وبتكتب اقرار على نفسك انك لو فزت في الجديد هتنسحب من القديم. والكلام ده طبعا لو انت هتاخدها بنظام التمويل العقاري في الجديد، لانك مش هتقدر تاخدها تاني في التمويل العقاري في القديم. وخلي بالكم من الاسكان الاجتماعي، لو انت فزت في الجديد مش هتقدر تكمل في القديم خالص، لان القديم بيشترط انك لا تمتلك شقة وما يكونش عندك ميراث. الحاجة التانية يا صديقي، سعر الاسكان اللي نازل حاليا سعره غالي، هي 90 متر سعرها غالي. انت لو مقدم في الاعلان 14 و15 هتلاقي نفسك بتحاسب على الشقة ب 197,000 ب 200 مش عارف 14,000، الشقة العالية قوي ب 310,000 في الاعلان 14 و15 و16 كمان. فعايز تدخل في ال 17 ب 560,000 وهتوصل ل 600,000 جنيه، وهي الشقة اللي انت هتاخدها في الاعلان اللي فات. بل بالعكس، هناك انت ضامن تاخد شقة لان ليك اولوية، ترتيب اولوية. هناك هتتوزع عليك متزوج ويعول ثم متزوج ولا يعول ثم الاعزب والانسة، فانت هناك ان شاء الله كده كده هتاخد شقة. اما في الاسكان اللي هو الجديد ده الاعلان 17 سكن لكل المصريين 4، انت مش مضمون انك تاخد شقة لانه اسكان حر وباسبقية الحجز. في ناس كتير جدا جدا مش هتفوز، الا فئة بسيطة جدا هم اللي هيكونوا سعداء الحظ وليهم نصيب انهم يفوزوا. الاعلان بتاعك لسه ما جاش ميعاد استلامه او النتيجة بتاعتك ما ظهرتش في الاعلان 16، اطمن يا صديقي والله، حتى لو ما في نتيجة اصلا هتاخد شقة، هتاخد شقة. هي مسألة اجراءات جوه صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموضوع مش مرتبط ابدا باعلان النتيجة. الشقة ما دام انت قدمت ان شاء الله هتاخد، لان اغلب المشاريع اللي الناس قدمت عليها يا اما موجودة يا اما شغالين فيها مباني. فخلي بالك انت في فرصة كويسة جدا وسعر كويس جدا.
وهنا مفيش حصه في الارض وهنا مفيش حصه في الارض. فانا شايف انك ما تتسرعش خالص الا لو كان عندك امكانيه ماديه تقدر تقدم في الاعلان الجديد بدون ما تنسحب من القديم. بس خلي بالك هنا وانتبه انتبه انتبه، انك لو قدمت في الجديد هتقدم كمتوسط دخل ب 8000 فما فوق، فانت كده اديتهم سبب الرفض بتاعك اساسيا وقولا واحدا وامرا قاطعا انك خلاص مش هتبقى مقبول في الاسكان الاجتماعي، لان الاسكان الاجتماعي المحدود الدخل مرتبك ما ينفعش يعدي 4.5 اعزب و6000 متزوج. فازاي انت مقدم في الجديد بمرتب عالي ومقدم في القديم بمرتب قليل؟ فانت كده بتناقض نفسك. كمان ده انت ممكن تدخل في مساءله قانونيه لا قدر الله وتزوير اوراق وقصه كبيره جدا، وهتاخد دعم على غير استحقاق وممكن يدخلك فعلا في متاهه. فهي دي خلاصه الموضوع. فزي مقارنه كده بين الاعلان الجديد والاعلان القديم، وانا شايف قولا واحدا خليك في القديم وزي ما انت في القديم. اما لو انت مستعجل وعايز تاخد كمتوسط وتكون مقدم متوسط في القديم، ممكن تدخل في الجديد يا صديقي، وربنا يكتب لكم التوفيق. وان شاء الله لو فزت بقى في الجديد كمل في الجديد وانسحب من القديم. وبس كده، ده اللي انا حبيت اوصله لكم واسعدكم بيه، ونقول لكم ما تنسوش اللايك والشير عشان تدعموني، والدال على الخير كفاعله، والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان كل منشوراتي توصل لكم اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.